اخر حاجه شفناها في الموسم اللي فات ان ديكستر قدر يخلص من بويد وجماعته وخد حق لومن، وبعد كده لومن سابته وقررت ترجع لمدينتها عشان تعيش مع اهلها. ورجع ديكستر من جديد يعيش لوحده مع ابنه هاريسون واخته ديبرا. تمام. تمام جدا. بيبدا بقى الموسم الجديد بعد فتره من احداث الموسم اللي فات، وبنشوف حاليا ديكستر في مكان ما كده وبيطلب الاسعاف وبيقول لهم انه اتطعن، وبيقع ديكستر على الارض منتظر الاسعاف. وبعد فتره مش طويله بيجوا اتنين مسعفين اسمهم بين وروجر وبيبداوا يعالجوا ديكستر. لكن فجاه بيقوم ديكستر وبيخدر الاتنين وبيربطهم في عربيه الاسعاف وبيبدا يتكلم معاهم. وبنعرف هنا صديقي ان بين وروجر كانوا بيقصدوا يقتلوا بعض المرضى اللي دايما بيروحوا يسعفوهم عشان ياخدوا اعضائهم ويبيعوها لدكتور فاسد، والدكتور ده اتقبض عليه من فتره وخد جزاؤه. لكن بين وروجر لسه احرار، وعشان كده ديكستر قرر يقتلهم. وفعلا بيخلص ديكستر كلامه وبيقتلهم وبياخد جثثهم وبيتخلص منها في البحر كالعاده. بيرجع بعد كده لبيته كانه ما عملش اي حاجه برضه كالعاده، وبيكون في بيت ديكستر حاليا بنت كده اسمها جيمي. وبنعرف ان جيمي دي تبقى اخت انجل، وفي نفس الوقت برضه بتشتغل حاليا مربيه لهاريسون ابن ديكستر. وبما ان ديكستر رجع للبيت فجيمي وانجل بياخدوا بعضيهم وبيمشوا. تاني يوم بقى بيروحوا ديكستر وديبرا لحضانه كده يبصوا عليها لانهم عايزين يقدموا لهاريسون ابن ديكستر فيها. وبس لما بيخلصوا اللي بيعملوا ده بياخدوا بعضيهم وبيمشوا وبيروحوا على الشغل. النهارده بقى يا صديقي بيكون يوم مختلف تماما في الشغل، لان يا سيدي النهارده بنشوف ان ماسيز لو تفتكروا بيرقي ماريا لرتبه كابتن، وبتكون مساعده ماسيز بشكل مباشر. ولعلم يا صديقي الموضوع ده بيكون مضايق انجل شويه، لان المفروض ان ماريا سابته عشان تقدر تترقى وتاخد المنصب ده، لانها شايفه ان انجل بيعطلها دايما. في كل الاحوال بقى بعد ما بيخلص الاحتفال ده بتشوف ماريا مع ماسيز وبيطلب منها ماسيز الورق اللي هي ماسكاه عليه. وبنعرف ان ماريا عشان تاخد الترقيه دي كانت ماسكه اصلا ورق خطير على ماسيز، يعني ما ترقتش بمعنى اصح عشان هي تستاهل او حاجه زي كده. بعد كده بقى بيدخلوا الكل الاسم، وبنشوف حاليا ماسوكا جايب مجموعه من الطلاب ومفروض انه هيدربهم عشان هيشتغلوا بعد كده في الطب الشرعي زي ماسوكا وديكستر. ومن الطلاب دول على فكره بنت كده اسمها ريان، خليك فاكرها شويه لقدام. المهم بعد كده بيجي ديكستر وبيتكلم مع اخته ديبرا، وبنعرف من كلامهم ان ديكستر النهارده هيروح حفله لم الشمل بتاعت الثانويه اللي يعني كان بيدرس فيها زمان. ولكن لما بيقعد ديكستر دلوقتي مع نفسه بنعرف انه مش رايح الحفله دي عشان يعني يلم الشمل والكلام الفارغ ده، لا ديكستر رايح عشان يصطاد ضحيه جديده، لان من فتره كده ديكستر عرف ان في بنت كده اسمها جانيت كانت بتدرس معاه في الثانويه العامه ماتت منتحره عن طريق انها ضربت نفسها بالنار. لكن ديكستر لما درس القضيه دي كويس عرف ان غالبا كده جو جوز جانيت واللي كان معاهم في الثانويه العامه برضه هو اللي قتلها. وده بكل بساطه لان كان في دم كده موجود تحت ضوافر جانيت وقت ما ماتت، وده معناه ان جانيت اتخانقت مع جو، وغالبا الدم اللي تحت ضوافرها ده دمه، وبعد كده يعني جو قتلها وخلى الموضوع يظهر اكنه انتحار. المفروض يا صديقي ان ديكستر بقى رايح الحفله دي عشان يقابل جو وياخد منه عينه دم يفحصها ويتاكد هل هو اللي قتل جانيت فعلا ولا لا، ولو طلع يعني هو اللي قتلها طبعا كلكم عارفين نهايته هتبقى عامله ازاي. بكل بساطه ديكستر هيقتله. المهم ديكستر بيروح الحفله فعلا وبيقدر يقابل جو، وبيحاول يعور جو كده بشكل يبان عفوي عشان يعني ياخد منه عينه دم يدرسها. لكن ديكستر بيفشل في مهمته فبيمشي، وبيقرر ان هو يبقى ياخد عينه الدم من جو بعدين. يعني بالمناسبه ديكستر هيقابل جو تاني لان المفروض ان الحفله دي مدتها اسبوع كامل، كل يوم هيحتفلوا عادي جدا مع بعض. المهم بعيدا بقى عن ديكستر بنروح لمكان تاني خالص، المكان ده بالتحديد عند بحيره كده. بنشوف حاليا شاب اسمه ترافيس مع راجل عجوز اسمه بروفيسور جيمس جالر. وخلينا بقى يا صديقي اديك نبذه عن الاتنين دول. بكل بساطه جيمس ده مجنون وعنده نظريات كتير عن نهايه العالم، وبتعتمد كل النظريات دي على الكلام المكتوب في الكتاب المقدس عن نهايه العالم. اما بقى الشاب اللي اسمه ترافيس فده كان طالب عند جيمس زمان جدا، وجيمس قدر يقنعه بافكاره الزباله كلها بشكل كبير، واصبح ترافيس مؤمن جدا بكل كلامه. وحاليا بقى المفروض يعني ان الاتنين دول سوا بيسعوا مع بعض لتحقيق كل علامات نهايه العالم اللي موجوده في الكتاب المقدس عشان يعني نهايه العالم تحصل. المهم جيمس وترافيس حاليا بينزلوا للبحيره دي وبيصطادوا منها تعبان، وبيقصدوا ان التعبان ده يكون يعني حامل وجواه تعابين صغيره، وهنعرف ليه قدام الموضوع ده مهم يعني. المهم تاني يوم بقى بيروحوا ترافيس وجيمس عند راجل كده بيبيع فواكه اسمه عمر، وبينزل ترافيس لعمر ده وبيطلع ساطور او سيف قديم، ومش بنعرف حاليا عمل ايه في عمر خالص. ولكن بعد شويه بيجي بلاغ للشرطه من عند المكان بتاع عمر، فبتروح بقى ديبرا وكوين وديكستر وماسوكا ومعاهم قوه للمكان، وبيلاقوا على الميزان بتاع عمر اللي كان بيوزن فيه الفاكهه موجود فيه احشاء عمر، وجثه عمر نفسها مش موجوده. ولكن طبعا بنعرف ان اللي ساب احشاء عمر هنا هو ترافيس، لكن بيعمل كده ليه لسه ما نعرفش، وجثه عمر نفسها فين برضه ما حدش يعرف. في المجمل بعد الكلام ده كله بشويه بيروح ديكستر يلعب ماتش كره قدم امريكيه مع جو وباقي اصحابه من الثانويه،
ووسط اللعب ده ديكستر بيقصد ان هو يضرب جو عشان يعني يعوره تعويره بسيطه، وبيطلع بعد كده منديل قال يعني بيمسح لجو الدم بتاعه، لكنه في الحقيقه بياخد منه عينه دم. وبيمشي بعدها ديكستر من المكان وبيرجع لبيته وبيدرس عينه الدم دي كويس جدا بتاعت جو، وبيقارنها بقى باثار الدم اللي كانت موجوده تحت ضوافر جانيت وقت موتها. وبيلاقي بقى ديكستر ان العينتين متطابقتين، فبيعرف ان جو اكيد هو اللي قتل جانيت. فبالتالي بيقدر ديكستر ان هو يستدرج جو لمكان بعيد خالص وبيربطه وبياخد منه عينه دم عشان يعني يحتفظ بيها. بعد كده بقى بيقتله وبيتخلص من جثته. بعد اللي حصل ده بيجي بلاغ لديكستر والكل انهم لقيوا جثه في مكان معين كده عند البحر، فبيروح ديكستر والكل عشان يشوفوا الجثه دي، وبيلاقوها جثه عمر اللي اتقتل في مكان واترمت جثته هنا. وبيشوفوا دلوقتي ديكستر والكل ان عمر معمول له خياطه كده على صدره شكلها غريب الصراحه، شكلها كلها العلامات اوميجا والفا وحاجات زي دي. والعلم يا صديقي ده التوقيع اصلا بتاع ترافيس وجيمس. المهم ديكستر وماسوكا بيلاحظوا ان في حاجه ماشيه تحت جلد عمر على طول، فبيفكوا الخياطه دي عشان يشوفوا ايه اللي ماشي تحت جلده، فبيلاقوها تعابين صغيره وبالتحديد 7 تعابين. وايوه صديقي التعابين دي هي اللي كانت جوه بطن التعبان اللي اصطادوه ترافيس وجيمس. المجانين خرجوا التعابين الصغيره وحطوها جوه جسم عمر بعد ما قتلوه خرجوا احشائه. انت متخيل يا صديقي البشاعه عامله ازاي؟ وطبعا يا صديقي من اللحظه دي بيعرف ديكستر والكل انهم قدام سفاح مجنون جدا في المدينه، والكل بيقرروا ان هم يوصلوا له خصوصا ديكستر. المهم بنسيب بقى كل ده وبنروح لديبرا وكوين وهم سهرانين في مكان كده. في الوقت ده في شخص مجنون دخل المكان وبدأ يضرب نار على كل الناس، وطبعا انتشرت الفوضى في المكان والكل هربوا فورا. الكل هربوا ما عدا ديبرا اللي طلعت سلاحها وبدأت تقاتل الشخص المجنون ده وقدرت تصيبه في رجله. ومش بس كده دي انقضت عليه كمان وسيطرت عليه. والعلم كل اللي عملته ديبرا ده الناس في المكان صوروه، ومن اللحظه دي ديبرا كسبت شهره واسعه جدا في المدينه، وطبعا ده اكيد هيأثر على مستقبلها وهنشوف قدام. تاني يوم بقى يا صديقي بنشوف ترافيس وجيمس اللي حكيت لك عنهم انهم يعني بيروحوا كنيسه كده مهجوره، وبنعرف انهم عايشين في الكنيسه دي. وبنشوف كمان انهم حاليا كانوا بينقلوا بعض الحاجات للكنيسه، والحاجات دي كانت عباره عن الملكان اللي بتكون في محلات الهدوم، وقدام هنعرف هيعملوا ايه بالحاجات دي بالظبط. المهم بقى بعد كده بيروح ترافيس يزور اخته اللي اسمها ليزا في بيتها، وبنشوف ان ترافيس بيحب ليزا جدا لكنه يعني بعيد عنها من وقت ما قرب لجيمس وبداوا يعملوا الجرائم اللي بيعملوها دي زي ما قلت لك. المهم يعني ان ترافيس لما بيخلص مع اخته بيرجع الكنيسه عند جيمس، وحاليا بقى جيمس بيتكلم مع ترافيس وبيفضل يزعق له انه راح يزور اخته، لان بكل بساطه جيمس المجنون شايف ان ليزا مش مؤمنه وما ينفعش ترافيس يقرب منها. المهم ان ترافيس بيعتذر له وبيعرفه انه مش هيعمل كده تاني وبينتهي الموضوع. بعد شويه بقى من كل ده بنشوف شخص كده بيجري في الغابه وبيتمرن وحاجات زي دي، بس المهم يعني ان الشخص ده اثناء ما كان بيجري بيقابل ترافيس واقع كده، فبيعرض عليه انه يعني يساعده. ولكن ده يا صديقي كان فخ للشخص ده، لان حاليا ترافيس بيجيب طوبه كده وبيضربها بيه وبيخطفه وبيروح بقى بيه عند جيمس في الكنيسه المهجوره. وقدام طبعا هنعرف ترافيس وجيمس هيعملوا ايه فيه. على الجانب الاخر بنشوف ديبرا كانت مع كوين، وحاليا كوين بيعرض عليها انهم يتجوزوا بشكل رسمي، لكن ديبرا بترفض لانها مش شايفه انها مستعده لخطوه زي دي دلوقتي. المهم بعدها بتروح ديبرا شغلها وبتقابل ديكستر هناك، وبتعرفه ان كوين اتقدم لها عشان يعني يتجوزها، وبتساله تعمل ايه. فبينصحها ديكستر يعني، وبتكون معظم نصايحه انها تبعد عن كوين تماما، لان طبعا ديكستر مش بيحبه فاكيد يعني مش عاوزه يقرب لاخته. بعد كده بنشوف ان انجل بيتكلم مع ديكستر والكل عن الراجل اللي بيبيع فاكهه واتقتل اللي يعني كان اسمه عمر، وبيقول انجل ان عمر ده كان شغال تبع عصابه زمان وغالبا هم اللي قتلوه. بعدها بيقول انجل ان في شخص اسمه الاخ سام هيجي للاسم النهارده عشان انجل يحقق معاه بخصوص عمر. وللعلم سام ده كان مجرم وكان سبق يعني وقتل شخص كده، لكنه بيقول انه تاب وانه بيساعد حاليا المجرمين السابقين انهم هم كمان يتوبوا ويبعدوا عن طريق الاجرام نهائيا. ولكن يعني كل الناس مش مصدقين الكلام ده، ومن ضمن الناس اللي مش مصدقين هو ديكستر نفسه، واللي طبعا لما جه سام دلوقتي راح عشان يراقب التحقيق بتاعه لحظه بلحظه. سام يا صديقي قال انه ما يعرفش مين اللي عمل كده في عمر، وبيقول سام برضو ان عمر اتغير وبعد عن العصابه اللي كان شغال معاها وماشى في الطريق المستقيم، وغريبه انهم يستهدفوه. بس انجل اللي كان بيحقق مع سام مش بيصدقه، وديكستر طبعا هو كمان مش بيصدقه، وبيقرر ديكستر انه هيقتل سام لانه مجرم سابق زي ما احنا عارفين وسبق وقتل شخص كده. فطبعا يعني ديكستر عشان كده بيقرر ان هو يقتله. المهم ديكستر بيقرر ان هو يراقب سام عشان يعني يشوف هيقتله ازاي، فبالتالي بيروح ديكستر يخبط عربيته، بعدها بيروح بيها للورشه بتاعت سام، اللي بالمناسبه سام عنده ورشه تصليح سيارات. المهم ان ديكستر بيقابل سام وبيطلب منه يصلح له عربيته، فبيوافق سام. وبيتكلم دلوقتي ديكستر شويه مع سام وبيعرف منه ان كل اللي كانوا شغالين في الورشه مجرمين سابقين، ومفروض يعني ان سام شغلهم معاه هنا عشان ما حدش فيهم يرجع لطريق الاجرام، بمعنى اصح يلاقوا لقمه عيش حلال. والعلم ديكستر بيحس انه متاثر شويه بكلام سام، وبيحس انه بجد مش قاتل نهائيا وانه فعلا بجد تاب،
فبيقرر ديكستر انه هيتاكد كويس قوي قبل ما يقتله، لانه لو تاب فعلا وماشي في الطريق المستقيم اكيد مش هيقتله. المهم ديكستر بيراقب سام، ويلاقي سام في يوم كده بيروح لبيت شخص اسمه نيك، وبيحصل تبادل اطلاق نار جوه البيت، وبعد شويه بيخرج سام وهو شايل نيك وبيحط نيك في عربيته وبيهرب من المكان. في اللحظه دي بيعرف ديكستر ان سام ما اتغيرش وانه قاتل، وقتل دلوقتي الشخص اللي اسمه نيك. فبالتالي بيقرر ديكستر انه يقتل سام، وبناء عليه بيمشي ديكستر ورا سام لحد ما بيلاقي بقى سام بيروح الورشه بتاعته. فبيروح بقى ديكستر ورا الورشه وبياخد الحقنه المخدره بتاعته وبينزل من عربيته عشان يدخل لسام الورشه ويقتله. المهم ان ديكستر قبل ما يدخل الورشه بيجيله الكلب بتاع سام اللي اسمه إيلاي وبيفضل ينبح عليه، فبيسمع سام الصوت وبيخرج لديكستر وبيوقف الكلب إيلاي وبيسال بعد كده ديكستر كان بيعمل ايه هنا. فبيعرفوا ديكستر انه نسي حاجه في عربيته اللي جابها له يعني تتصلح وعاوز ياخد الحاجه دي. فبيقول له سام تعالى الورشه وخد الحاجه اللي انت عاوزها من عربيتك وامشي. فبيدخل ديكستر مع سام الورشه، وهنا بقى بيتفاجئ ديكستر ان نيك عايش اصلا وبيتكلم دلوقتي سام ونيك مع بعضيهم عادي خالص. فبيعرف ديكستر من كلامهم كده ان نيك ده كان مجرم سابق وبيشتغل مع عصابه شخص اسمه خوليو، لكن سام خلى نيك يبعد خالص عن الطريق ده وشغله معاه في الورشه، ولكن نيك رجع يشتغل مع عصابه خوليو. فبالتالي سام راح البيت بتاع نيك عشان يرجعه للطريق الصحيح، لكن نيك ضرب على سام نار، فاضطر سام ان هو يضربه ويخليه يغمى عليه، وبعدها جاب له الورشه هنا عشان خاطر يرجعه للطريق الصواب غصب عنه. وحاليا بيقول نيك انه خلاص مش هيرجع لعصابه خوليو تاني، وبياخد نيك الكلب إيلاي وبيخرج بيه. وبنلاحظ يا صديقي ان الكلب مش بينبح على نيك ولا سام هما الاثنين دون عن كل الناس، وخليك برضو فاكر الحته دي لانها مهمه شويه قدام. عموما ديكستر في اللحظه دي بيعرف انه فعلا كان ظالم سام، وان سام بقى شخص كويس زي ما بيقول، فبالتالي بيقرر انه مش هيقتله. وقبل ما ديكستر يسيب سام ويمشي بيلاقي فجاه ان خوليو وعصابته جم لسام وبيهددوه بالقتل او يديهم نيك عشان يعني يرجع يشتغل معاهم. بس ديكستر حاليا بيضرب واحد من عصابه خوليو وبيعرف خوليو انه بيشتغل مع شرطه ميامي، ولو حد فكر يقرب له او يقرب لسام هيقلب الدنيا. في الوقت ده خوليو بيتعهد انه هيقتل سام زي ما قتل شخص قبل كده واخفى جثته ومحدش قدر يحبسه، وبياخد خوليو بقى عصابته وبيمشي. وفي اللحظه دي بيقرر ديكستر ان خوليو ده هيكون ضحيته الجديده، فبالتالي ديكستر بيخطف خوليو ده وبيقتله غير مأسوفا عليه. بعد كده بقى بنشوف ان ماسيوز رئيس ماريا في الشغل لو تفتكروا بيكون بيفكر دلوقتي يعين مين في منصب ماريا بعد ما ماريا اترقت، وبتيجي دلوقتي ماريا لماسيوز وبتقول له انه لازم يعني يعين انجل، ولكن ماسيوز بيقعد يشوف الفيديو بتاع ديبرا وهي بتهجم على الشخص اللي اطلق نار في الملهى الليلي، وبيشوف دلوقتي ماسيوز ان ديبرا شرطيه مخضرمه وانها تستاهل منصب ماريا الا وهو منصب رئيسه قسم جرائم القتل في ميامي. وفعلا بيروح ماسيوز وبيعرف الكلام ده لديبرا، واللي بتكون طبعا مصدومه وبتكون متردده شويه في قبول المنصب ده، لانها عارفه ان انجل كان عاوز المنصب ده مكانها ويعتبر هي بتاخد مكانه. فبناء عليه بتروح ديبرا لانجل وبتعرفه بكل حاجه، وبتعرفه انه لو عاوزها يعني انها تتنازل عن المنصب ده هتتنازل من غير ما تتكلم كتير. فبيعرفها انجل انها شرطيه مجتهده وتستاهل المنصب ده، وبيكون واضح ان انجل الصراحه فرحان لها بجد، وده بيبسط ديبرا فبتقبل المنصب. وبعد فتره يا صديقي من كل ده بنشوف ان بيتعمل مؤتمر وبتتعين ديبرا بشكل رسمي في المنصب بتاع رئيسه قسم جرائم قتل شرطه ميامي، ولكن ديبرا ما تعرفش ان مستنيها اصعب قضيه ممكن حد يشتغل عليها، الا وهي قضيه ترافيس وجيمس اللي هتتعرف مستقبلا بجريمه سفاح القيامه. بعد كده يا صديقي بنشوف ديكستر مع ديبرا في البيت، وحاليا بيكون اول يوم شغل لديبرا في منصبها الجديد، وبالتالي بتكون متوتره جدا. واللي بيزيد توترها ده ان بيجي لها بلاغ عن انهم لقيوا جثه فتاه ليل في مكان ما كده. فبيروح ديكستر عشان يعاين الجثه، وبيلاقي ان الجثه ماتت بسبب عده طعنات، ولكن الجثه دي بيكون فيها حاجه غريبه، الا وهي ان في سنه كده من سنانها كانت مكسوره، وكأن حد كان بيحاول انه يقتلع السنه. والمشهد ده صديقي بيفكر ديكستر بحاجه كده، فبيروح البيت وبيجيب دفتر كان بيكتب فيه زمان عن الحاجات اللي بيحبها، وديكستر ولانه قاتل متسلسل فالحاجه اللي بيحبها دايما وبيكتب عنها دايما هي السفاحين. ومن ضمن السفاحين دول سفاح كده يطلق عليه جن الاسنان. ايه بقى حكايه جن الاسنان ده؟ في الثمانينات كان في سفاح قتل اكتر من 12 ست، والسفاح ده كان مميز بانه بعد ما بيقتل ضحاياه بيقتلع سنه من اسنانهم، والسفاح ده كان ذكي بشكل مبالغ فيه لدرجه ان محدش قدر يعرف هو مين بالظبط لحد اليوم ده، وكل اللي اتعرف عنه انه من ولايه اوريجون. المهم يعني ديكستر بيفكر وبيقول ان السفاح ده اكيد يعني رجع يمارس نشاطه من تاني، والست اللي لقي جثتها دي اكيد كانت اول ضحيه ليه. وبيفكر على فكره ديكستر ان غالبا كده السفاح ده بما انه قديم فبالتالي هو تقريبا في السبعينات من عمره، لكنه رجع يمارس نشاط القتل من جديد، وعشان كده بقى على قائمه اولويات ديكستر وبيقرر يدور عليه عشان يقتله. فبناء عليه بيفكر ديكستر وبيقول السفاح ده من ولايه اوريجين، وغالبا جه لميامي واستقر في دار العجائز او مدينه كده للعجائز،
وده بقى بيخلي ديكستر يروح المدينة دي وبيقابل هناك موظفة الاستقبال، وبيدعي انه شخص تاني خالص غير ديكستر، وبيقول انه من ولاية اوريجين وعايز يعني يجيب ابوه يعيش هنا، ولكن عاوز يقابل كل النزلاء اللي من ولاية اوريجين عشان يقضي معاهم فترة تعارف كده ويعرف هل مندمجين في الحياة هنا ولا الموضوع صعب ولا. بصراحة الموظفة بتكون متعاونة جدا وبتعرف ديكستر ان في 3 اشخاص هنا من ولاية اوريجين، وهما شخص على كرسي بعجل وست عجوزة وعلى مشارف الموت وراجل في السبعينيات من عمره اسمه والتر كيني، ورغم يعني ان كبر سنه الا ان عنده صحة حلوة جدا. هنا بقى بيعرف ديكستر ان غالبا كده السفاح الشهير بتاع جني الاسنان هو والتر كيني، فبيقرر ان هو يتقرب منه ويتاكد هو السفاح ولا لا. وفعلا بيروح ديكستر يقابل والتر كيني ويتعرف عليه، وبيقرر ان هو يروحوا سوا يعني يلعبوا جولف. الرحله البسيطه دي بتعرف ديكستر حبه ملامح كده عن والتر، زي انه متهور شويتين 3 وكمان مجنون. المهم ان ديكستر بيروح يقعد مع والتر على كافيه كده وبيتكلموا، بس مش ده المهم فعلا ان ديكستر بيلاحظ ان والتر عنده سنه مكسوره، والسنه دي هي نفس السنه اللي كان جن الاسنان بيقتلعها من ضحاياه. فبيعرف ديكستر ان والتر بنسبه كبيره هو السفاح اللي بيدور عليه، فبيقرر ان هو يراقبه اكتر عشان يتاكد. بعد كده بقى بيروح ديكستر يقابل الاخ سام عشان ياخد منه عربيته، وبيعرفوا يعني الاخ سام حاليا انهم هيعملوا احتفال لنيك بمناسبه انه بعد عن العصابه ورجع لهم من تاني. فبيتبسط ديكستر وبيقرر ان هو يروح الحفله دي، وبنشوف ان ديكستر بيقرب للاخ سام جدا، وبيبدا واحده واحده يقتنع ان ممكن فعلا مجرم او قاتل يتغير ويبقى شخص كويس، والموضوع ده هيغير كتير في ديكستر يا صديقي وعلاقته بالاخ سام، وهنشوف قدام الموضوع هيمشي ازاي. بعد كده بيروح ديكستر شغله وبيبحث عن والتر كيني، وبيعرف ان ام والتر كيني كانت متهمه بقضايا كتير متعلقه باساءه معامله ابنها اللي هو والتر، وفي قضيه من دول المفروض ان ام والتر كسرت له فيها سنه من سنانه. وبيبدا هنا ديكستر بقى يربط الخيوط مع بعضيها، وبيعرف ان جن الاسنان او والتر كيني بيقتل ضحاياه وبياخد سنه من سنانهم بسبب الصدمه اللي تعرض لها وهو طفل على ايد امه، وبالتالي تخصص في قتل السيدات اللي بيشتغلوا فتيات ليل لانهم بيفكروه بامه اللي كانت بتشتغل نفس الشغلانه. المهم يعني تاني يوم بيروح ديكستر يقابل والتر وبيقضي وقت طويل معاه. بعد كده بيطلب منه والتر ان هو يوديه عند مخزن معين كده، وبيدخل والتر المخزن ده وبيقفل على نفسه بالساعات الطويله، ولكن بيعمل ايه جوه محدش يعرف. المهم ديكستر بيستنى لما والتر بيمشي من المخزن ده، وبيدخل هو وبيفضل يدور فيه لحد ما بيلاقي بقى علبه كده والتر محتفظ فيها بمجموعه من الاسنان. ايوه يا صديقي زي ما جاي في بالك كده، دي التذكارات اللي والتر كان دايما بيحتفظ بيها من الضحايا بتوعه. وحرفيا المجنون كان بيجي المخزن عشان يقعد يتفرج على الاسنان دي ويفتكر ايام مجده اللي قرر ان هو يعني يعيدها من جديد، وقتل بنت بقى من كام يوم بس. وبكده اتاكد ديكستر ان والتر هو جن الاسنان، فبيقرر ان هو خلاص يقتله. في الليل بيروح ديكستر عشان يقتل والتر، ولكن قبل ما يوصل للمدينه اللي عايش فيها والتر بيكلموا والتر وبيعرفوا انه تايه وعاوز يعني يجي ياخده. فبيروح لديكستر فعلا وبيركب والتر معاه، ومن هنا كل حاجه بتتقلب لان والتر بيطلع مسدسه وبيثبت ديكستر، وبيعرفوا انه بحث عن رقم عربيته وعرف هويته الحقيقيه وانه ديكستر مورجان اللي بيشتغل في الطب الشرعي في شرطه ميامي. وبيسال بقى والتر ديكستر هو عاوز منه ايه، فبيعرفوا ديكستر انه عاوز ينتقم منه على كل واحده قتلها. وهو بيدخل ديكستر بالعربيه في سور كده، فالإيرباك بتتفتح وبيخبطوا فيها ديكستر وولتر، وبسبب كده بيقدر ديكستر ان هو يبعد المسدس عن وولتر وبيسيطر عليه. وبيخطفوا بعدها يا صديقي وبياخدوا للشقه اللي عايش فيها، وبياخد ديكستر منه عينه دم وبيخلص عليه. بعدها بيسيب المكان وبيمشي كانه ما عملش اي حاجه خالص. على الجانب الاخر بنشوف ان ديبرا عندها مشكله من نوع مختلف. ان ديبرا يا صديقي كان لازم يعني تقوم باول مهمه ليها في الشغل، وهي انها تعين محقق مكانها، لانها كانت محققه وحاليا لما بقت رئيسه القسم اصبح مكانها فاضي، فلازم يعني تعين حد مكانها. وعلى فكره ماريا بتفضل تضغط على ديبرا عشان تعين حد معين للمهمه دي، ولكن انجل بينصح ديبرا انها ما تسمعش الكلام ماريا، لانها لو سمعت كلامها مره ماريا تتحكم فيها وفي قراراتها على طول. فبتقرر ديبرا تسمع كلام انجل، وبالفعل بتختار ضابط كده غير اللي ماريا كانت مرشحاه، وهو ضابط كده اسمه مايك اندرسون، منقول من قسم جرائم القتل في شرطه شيكاغو. المهم يعني المحقق مايك بيجي وبيقابل ديبرا وفعلا بتعينه للمنصب ده، وبيبان ان مايك محقق ذكي ومختلف، وقدام ده على فكره هيوضح اكتر. المهم بقى بنسيب كل ده وبنروح لترافيس وجيمس واللي كانوا خطفوا شخص زي ما شفنا قبل كده، وبنشوف ان جيمس بيفضل يضغط على ترافيس عشان يقتل الشخص ده بحجه انه مذنب. فعلا بيعمل ترافيس كده وبيقتل الشخص ده، ولكن مش بنشوف قتله ازاي. اللي بنشوفه ان بعد فتره بسيطه من كل ده في كام حصان كده بينطلقوا في شوارع ميامي، والكام حصان دول ركابهم مختلفين، لان ركابهم هم عباره عن الملكان بتوع محلات الملابس اللي قلت لكم ان ترافيس وجيمس كانوا بينقلوه للكنيسه عشان يستخدموه في الجريمه. المهم يعني الاحصنه دي كانوا عددهم 4، وكل حصان عليه ملكان، والملكان ده متركب فيه اجزاء من جسم الشخص اللي قتلوه ترافيس وجيمس. ايوه المجانين قتلوا الشخص ده وقطعوه وركبوه على ملكان وخلوه ينطلق في شوارع ميامي.
بعد كده بقى بنشوف ان ديكستر بيروح يحضر حفله نيك، وبيقعد بقى ديكستر مع سام وبيدخلوا في حوارات فلسفيه كتير عن الايمان بالتغير وغيره، وبنحس كده ان علاقه ديكستر بسام بتبدا انها تغير في شخصيته. بعد كده بيجي بلاغ لديكستر عن الاربع احصنه اللي انطلقوا في شوارع ميامي، فبيروح ديكستر عند مسرح الجريمه وبيقابل ديبرا والكل، وبيكون الكل مندهشين بالمشهد اللي قدامهم لدرجه ان ديكستر نفسه اتصدم بالمشهد ده، وهو مش متخيل ان في قاتل مجنون لدرجه انه يقتل شخص ويقطعه ويحط جسمه على الملكان بالشكل ده. المهم يعني ان حاليا بيلاقوا الكل علامه الالفا والاوميجا على الاحصنه والملكان، فبيعرفوا على طول ان ده نفس القاتل اللي قتل عمر، وبيعرفوا انهم قدام قاتل مختلف من نوعيه مختلفه، وكل جريمه من جرائمه مختلفه بشكل بشع. وبيجي حاليا بقى المحقق مايك وبيعرف الكل ان عنده نظريه كده، وهي ان القاتل اللي بيعمل الجرائم دي هو بينفذ كلام موجود في سفر الرؤيا، لان في سفر الرؤيا في مجموعه كده من المشاهد اللي المفروض انها بتدل على ان نهايه العالم هتحين، ومن ضمن العلامات دي بقى ان في شخص مقتول الناس هيلاقوه وجوه جسمه وافعي، ودي الجريمه الاولى لقاتل القيامه زي ما سموه يعني. والمشهد الثاني من سفر الرؤيا هو مشهد لاربع جثث هتظهر على احصنه، وده اللي حصل برضه في الجريمه اللي بعدها. ومفروض يعني ان القاتل هينفذ مجموعه من المشاهد اللي موجوده في كتاب سفر الرؤيا، وبتدل يعني على نهايه العالم اللي بتقرب، وده معناه انهم قدام قاتل غريب من نوعه، قاتل مؤمن بيحاول ان هو ينفذ علامات نهايه العالم بايده. ليه ما نعرفش، بس تقريبا عاوز نهايه العالم تحصل. وطبعا بيكون ديكستر منبهر وبيقرر انه هيوصل للقاتل ده ويقتله بنفسه. المهم ديكستر بياخد يا صديقي الجثه وبيفحصها كويس، وبيلاقي ان عين الجثه موجود فيها ورقه صغيره كده. لما بيفتح ديكستر الورقه دي بيلاقي مكتوب فيها رقم. بعدها بيجيب ديكستر الاحشاء بتاعت عمر لو تفتكروا، اول ضحيه لترافيس وجيمس، وبيلاقي جوه الاحشاء دي ورقه كده صغيره مكتوب عليها رقم، وقدام هنعرف ايه حكايه الارقام دي بالظبط. بعدها بنشوف ان ديكستر والكل بيجتمعوا في الاسم، وبيقول بقى مسوك حاليا انه اكتشف ان عمر والشخص التاني اللي اتقتلوا دول اتقتلوا باستخدام سيف من العصور الوسطى، لانهم اتقتلوا باستخدام سيف مصنوع من الحديد، واخر سيوف كانت بتتصنع من الحديد كانت في العصور الوسطى. وخلي بالك يا صديقي من التفصيله دي لانها برضو مهمه. المهم ديبرا حاليا بتعين انجل وكوين عشان يعني يبحثوا في امر الناس المهاويس بنهايه العالم، لان اكيد شخص من الناس دول هيكون قاتل القيامه اللي بيدوروا عليه. المهم بعد كده ديكستر بيفحص الجثه مره ثانيه بتاعت الشخص اللي اتقطع ده، وبيكتشف ديكستر ان الشخص ده اتقطع بعنايه شديده جدا، واتلزق اجزاء من جسمه على الملكان بشكل احترافي، بيوضح انه شخص فاهم هو بيعمل ايه بالظبط. وهنا بقى بتيجي لديكستر فكره حلوه، وهي ان قاتل القيامه ده مش شخص واحد بل اتنين، شخص بيقتل وشخص تاني بيمثل بالجثث عشان يقدر يطلع المشاهد زي ما مذكوره بالظبط في كتاب سفر الرؤيا. وهنا بقى بيعرف ديكستر انه بيلاحق اكتر من سفاح، والمهمه واضح انها مش هتكون سهله ابدا. المهم بعد كده بتيجي مكالمه لديكستر وبيعرف ان ابنه هاريسون تعبان جدا، فعلى طول بيروح على المستشفى، وهناك بقى بيعرف ان ابنه دخل العمليات. وفعلا يا صديقي هاريسون بيعمل دلوقتي عمليه. وسط كل ده بيتصل سام بديكستر عشان يجي ياخد عربيته اللي بتتصلح من عنده، لكن ديكستر بيعرفه ان ابنه دخل العمليات وبيقفل معاه. مش بيعدي وقت طويل بقى وبيجي سام لديكستر وبيعرفه انه هيفضل معاه لحد ما ابنه يخرج بالسلامه، وبيحس ديكستر الصراحه براحه ناحيه سام، وبيقعد يسمع كلامه عن الايمان والتغير وما الى ذلك. وبيبدا ديكستر يعرف ان في حاجات بتتغير جواه، وبيبدا يؤمن فعلا وبيدعي ربنا انه ينجي ابنه. بعد فتره بسيطه بقى يا صديقي بتنتهي العمليه وهاريسون بيكون بخير، وهنا لاول مره بيثق ديكستر في ايمانه، وواضح كده ان سام غير كمان في ديكستر. تعال بقى يا صديقي نسيب ديكستر وكل ده ونروح لترافيس وجيمس اللي كانوا دلوقتي قاعدين في كافيه كده، وفي بنت بتشتغل في الكافيه ده نادله اسمها ايرين. بنشوف حاليا ايرين بتعجب بترافيس وبيعجب هو كمان بيها، وواضح ان جيمس مش عاجبه اللي بيحصل ده. المهم يعني ان ترافيس مش بيهتم بكلام جيمس، وبيخرج مع ايرين وكمان بياخدها معاه للبيت وبيسهروا سوا، وبيشوفهم جيمس وبيعرف ان ترافيس عمل ذنب. فتاني يوم بقى بيصحى ترافيس مش بيلاقي ايرين جنبه، فبيروح يدور عليها، فبيلاقي جيمس رابطها، وبيعرف جيمس ترافيس انهم هيقتلوا ايرين لانها مذنبه وآثمه ولازم تموت. وبيقرروا على فكره انهم هيقتلوها كمشهد برضو من مشاهد سفر الرؤيا زي جرائمهم السابقه. المهم ديكستر بعد كده بيجي له بلاغ انه لازم يروح لمسرح الجريمه، فبيروح ديكستر والكل وبيلاقوا مسرح الجريمه ده غريب من نوعه. بكل بساطه بيلاقوا ايرين دي مربوطه في مكان كده ومتركب لها جناحات، ومحطوط حوالين جسمها زي آلات حاده، لكنها بتكون مش ميته، بس بيكون في فخ على الارض. والقوه اللي اتدخلت مع ديبرا والكل لمسرح الجريمه مش بياخدوا بالهم من الفخ ده، ولما بيقطعوه هوب ايرين بتتقتل بالآلات الحاده اللي كانت حوالين جسمها وبتموت في الحال. بعد اللي حصل ده بيسمعوا الكل صوت غريب جاي من المكان، فبيمشوا ورا الصوت ده لحد ما بيلاقوه جاي من ورا حاجه زي دولاب، فبيفتحوا الدولاب فهوب بيخرج منه جراد وبيطير، وبتنتشر فوضى في المكان. ومش عايز اقول لك يا صديقي ان ده برضه مشهد من سفر الرؤيا
المشهد بكل بساطة بيقول إن في بنت آسمة هتموت بالشكل ده وهي على جسمها جناحات، وإن في جراد هينتشر في المكان وهتعم الفوضى. وبس ده المشهد اللي اتعمل. بسبب بقى الجراد ده يا صديقي بيخرج ديكستر من مسرح الجريمة، فبيشوف شخص واقف وسط الجموع بيبتسم بفرحة كده غريبة وهو شايف الجراد بيطير في المكان. الشخص ده على فكرة بكل بساطة هو ترافيس، اللي بيشوف ديكستر في عينه نظرة كده غريبة بيشوفها برضه في عين سام، ألا وهي نظرة الإيمان. بيشوف ديكستر قدامه شخص مؤمن بنهاية العالم ومبسوط إن في مشهد من مشاهدها بيتنفذ دلوقتي قدام عينيه، فبيعرف ديكستر إنه حاليا قدام قاتل القيامة بنسبة كبيرة، وبالتالي بيقرر يعرف مين ترافيس ده بالظبط. بعدها بنروح يا صديقي لأنجل وكوين اللي كانوا بيبحثوا في أمر المهاويس بنهاية العالم، وبيكونوا بيبحثوا في أمر شخص كده اسمه جريمايا ألين. المهم يعني إن أنجل وكوين لما بيخلصوا شغلهم بيروحوا لديبرا وبيعرفوها إنهم وصلوا لشخص كده اسمه جريمايا ألين، ويعرفوا إن جريمايا ده يبقى تلميذ لشخص تاني اسمه جيمس، وجيمس ده مجنون بنهاية العالم. وأيوة جيمس ده هو جيمس اللي مع ترافيس، واللي بيعرفوا إنه كان بيشتغل في جامعة كده اسمها جامعة تالاهاسي، وإنه من 3 سنين اختفى وبدأ ينشر على مدونة ليه عن نهاية العالم. وبيعرفوهم برضو ان جيمس ده متهم بسرقه سيف من العصور الوسطى، وغالبا السيف ده هو اللي بينفذ بيه اغلب جرايمه. في الوقت ده بتنبهر ديبرا بكل ده، وبتأمر انجل وكوين انهم يبحثوا عن البروفيسور جيمس ده لانه غالبا هو قاتل القيامه. بعد كده بيبدا ديكستر يفحص جثه ايرين دي، وبيكتشف ان الجناح اتلزق في جسمها بعنايه شديده، وبيبدا يبحث بقى عن المواد اللي اتلزق بيها الجناح ده في جسم ايرين، فبيكتشف ان الماده دي ماده صعب جدا تحضيرها واللي بيحضرها متخصصين في علم الترميم. وهنا بقى بيعرف ديكستر انه بيدور على شخص خبير في العلم ده، والشخص ده غالبا بيشتغل في متحف ترميم للاثار، وبالتالي من هنا بيعرف ديكستر المكان اللي جاي اللي هيبحث فيه عن قاتل القيامه. بعدها بيجتمعوا بقى الكل مع ديبرا عشان يتناقشوا في جريمه ايرين دي، وبيقول انجل وكوين انهم لسه شاكين ان الشخص اللي ورا الجرائم دي كلها هو جيمس، وعشان كده بيحاولوا انهم يوصلوا لمساعدته السابقه اللي اسمها كارثه، واكيد يعني هيقدروا من خلالها يوصلوا لجيمس، وهنشوف بقى هيعملوا ده ازاي ولكن قدام. بعدها بقى بيتقابل ديكستر مع سام في الاسم، لان يعني سام كالعاده كان جاي يضمن مجرم كده عشان يعني ياخده يشغله معاه ويبعده يعني عن طريق الاجرام. وبيسال دلوقتي سام عن حال هاريسون، وبيتفق مع ديكستر ان هو يجي يزوره في البيت. بعدها بيروح ديكستر معرض ترميم الاثار اللي في المدينه عشان يبحث هناك عن ترافيس ويعرف هو مين بالظبط. فالمهم يعني ديكستر بيحضر عرض كده عن ترميم الاثار، وبيظهر في العرض ده ترافيس، وبيفتكر ديكستر انه شاف الراجل ده عند مسرح الجريمه بتاع ايرين، وبيتاكد هنا ديكستر ان ترافيس ليه علاقه بقاتل القيامه، فبيقرر ان هو يعرف هويته كويس عشان يبدا يراقبه. بيبدا بقى ديكستر يروح لمسرح جريمه جديده، والجريمه دي اتقتل فيها زوجين، وبيفحص بقى ديكستر مسرح الجريمه وبيقرر يعرف اللي حصل هنا، الا وهو ان الزوجه قتلت الزوج بعدها قتلت نفسها. وبيحل ديكستر القضيه دي في دقائق معدوده. في نفس اليوم بقى بالليل بيجي سام وبيزور ديكستر، وبيقعد معاه يتكلموا كتير جدا عن الايمان وغيره. وما كانش ديكستر يعرف ان دي اخر مره هيتكلم هو وسام في الامور دي، لان يا سيدي تاني يوم بيروح سام ورشته في الليل عادي جدا عشان ينجز حاجه كده، لكنه بيلاقي قاتل مستنيه، ومش بنعرف القاتل ده مين، لكنه بيضرب على سام 3 طلقات بيوقعوه في الحال، وقدام بقى هنعرف حصل ايه لسام. بعد اللي حصل ده بنروح لديكستر اللي بيبدا يراقب ترافيس، وبيقدر يعرف بيته، وبيستنى بقى لما ترافيس يخرج من البيت، وبيدخل ديكستر البيت وبيبدا يدور فيه لحد ما بيلاقي الكتاب المقدس، وبيكون الكتاب ده متاخد منه ارقام صفحات معينه. وبيفتكر ديكستر الارقام اللي كان بيلاقيها في الجثث، واللي هي عباره عن ارقام صفحات في الكتاب المقدس كان ترافيس بيشيلها من الكتاب ويحطها في الجثث. وهنا بقى بيتاكد ديكستر ان ترافيس هو قاتل القيامه، فبيقرر ان هو يقتله. على الجانب الاخر بنشوف ان ترافيس بيروح هو وجيمس لمالها ليلي كده عشان يخطفوا بنت يقتلوها في جريمتهم الجديده، ولكن بيلاقي جيمس ان في صوره متعلقه ليه في المالها وانه مطلوب، فبيخاف ان حد يشوفه، فبالتالي بيسيب ترافيس وبيمشي. اما بقى ترافيس فبيقرر ان هو يخطف هو البنت، وبيروح بقى البنت كده فعلا عشان يخطفها، ولكن في ناس بيشوفوه، فبيضطر ان هو يسيب البنت دي ويهرب من المكان. بيرجع لجيمس في الكنيسه وبيعرفوا انه فشل انه يخطف بنت كده، فبيهديه جيمس وبيعرفوا انهم يعني عادي جدا هيقوموا بالمهمه دي سوا وهيعملوها تاني. بعدها بيروحوا فعلا وبيخطفوا صديقي بنت وبيحبسوها في الكنيسه، ولكن بيبدا ترافيس يحس بتأنيب الضمير، فبيقرر ان هو يبعد عن جيمس خالص. بعد شويه من كل ده بنشوف ان ديكستر بيقدر يخطف ترافيس وبيكون هيقتله، ولكن بيقول له ترافيس في الوقت ده انه مش قاتل القيامه، بل جيمس هو اللي بيقتل كل الضحايا، ويا دوب يعني ترافيس بيساعده في خطفهم مش اكتر من كده. وبيقول له ترافيس انه خلاص بعد عن جيمس خالص لانه مش قادر يكمل معاه بالشكل ده. وهنا بقى بيفتكر ديكستر كلام الاخ سام عن التغير، وبيحس ان ترافيس هيتغير، فبيقرر ان هو ما يقتلوش ويطلق سراحه خالص. وبيقرر ديكستر برضو انه هيوصل لجيمس ويقتله. بعد كده بقى بنشوف ان انجل وكوين بيروحوا وبيقابلوا كارثه اللي كانت مساعده جيمس زمان، وبيتكلموا معاها ومش بيوصلوا منها لاي معلومه عن جيمس، لان يعني كلامهم سوا انقطع من 3 سنين.
المهم يعني ان كوين بيعجب بكارثه دي، فبيروح معاها بيتها وبيسهر معاها، وتاني يوم على طول بيجي انجل عشان يعني ياخد كوين ويمشوا. وهنا بقى بيلاقي انجل في بيت كارثه كتاب كده كان كاتبه جيمس واهداه لكارثه، وفي الكتاب ده جيمس كان بيوصف المشاهد اللي هتحصل لحد ما ينتهي العالم. وهنا بقى بيعرف انجل انه معاه مخطط لكل جرائم جيمس اللي جايه حاليا، ويقدر من خلال الكتاب ده يعرف خطوات جيمس الجايه، وبالتالي بيحتفظ انجل بالكتاب. بعد الكلام ده كله بنشوف ان ديكستر كان بيراقب ترافيس، ولكن بتجيله مكالمه دلوقتي بيعرف منها اللي حصل للاخ سام. فبيسيب ديكستر ترافيس وبيروح على طول على الاخ سام، وبيعرف على طول انه اتضرب ب3 طلقات لكنه ما ماتش، وهيتنقل للمستشفى وهو حاليا في حاله حرجه. بعدها بيلاقي ديكستر اثار دم في مسرح الجريمه، ولما بيفحصها كويس بيلاقيها دم يا صديقي لليو هرنانديز. مين بقى ليو ده؟ ليو ده كان مساعد خوليو في العصابه، ولما خوليو اختفى بفعل ديكستر اصبح ليو هو القائد الجديد للعصابه. فبيشك ديكستر ان ليو ده هو اللي قام بجريمه القتل دي، لانه اكيد يعني ظن ان سام ورا اختفاء خوليو، وبالتالي بيقرر ديكستر انه هيقتل ليو. بعد كده بقى بيروح ديكستر يزور سام وبيلاقيه في حاله حرجه جدا وفي شبه غيبوبه، وده الصراحه بيزعل ديكستر. فبيسيبه وبيروح يقابل نيك وبيسال نيك هل ليو هو القائد الجديد لعصابه خوليو. فبيأكد نيك الكلام ده، وبيعرف ديكستر ان اكيد اللي حاول يقتل سام هو ليو، وده بيأكد لديكستر شكوكه اكتر واكتر. تاني يوم بقى بنشوف ان ديكستر بيراقب بيت ليو، وفي نفس الوقت ده بنشوف ان مايك كان شاكك ان ليو هو اللي حاول يقتل سام. فبالتالي بيروح مايك لمدمن كده وبيسأل عن بيت ليو، وبيقدر انه يعرف البيت منه. بعدها بيكون ديكستر لسه قدام البيت بتاع ليو، وبيقرر انه يدخل يقتله، ولكن قبل ما يعمل كده هوب بيوصل لمكان مايك مع قوة من الشرطة وبيحاصروا بيت ليو. لما بيلاقي بقى صديقي ليو كده بيجيب سلاحه وبيبدأ يضرب النار على الكل، فبيتبادلوا الكل ضرب النار مع ليو، وبيقدر مايك ان هو يخلص عليه. بعد كده بيفتشوا بيت ليو، فبيلاقوا فيه اسطوانه كده من سجل كاميرات المراقبه في ورشه سام. فبيشغلوا الاسطوانه دي بيلاقوها تسجيل للحظه اللي اتقتل فيها سام، وبيظهر في الاسطوانه دي او الفيديو ده شخص من ظهره، والشخص ده بيكون زي مواصفات ليو بالظبط ومع مسدس، وبيضرب سام 3 طلقات. وبيعرفوا الكل دلوقتي ان ليو هو القاتل، والمفروض انه قتل سام واحتفظ بالفيديو ده عشان محدش يعرف ان هو القاتل. ولكن يا صديقي ديكستر بيلاحظ حاجه برضه في الفيديو، والحاجه دي هي ان الكلب ايلاي بتاع سام كان موجود في المكان لكنه ما كانش بينبح على القاتل. وزي ما احنا قلنا قبل كده فايلاي في 2 بس مش بينبح عليهم، الاتنين دول هم سام ونيك. فبيعرف ديكستر هنا ان القاتل مش ليو بل نيك، وعشان كده الكلب ما نبحش عليه. وبشويه تفكير كده بيعرف ديكستر ان نيك كان عاوز يرجع يشتغل مع العصابه، فقرر يقتل سام ويدي الفيديو اللي بيقتل فيه سام لليو عشان ليو يوافق انه يرجعه للعصابه. وهنا بس بيقرر ديكستر انه هيقتل نيك لانه قاتل وخاين كمان، خان سام اللي كان بيحاول يخليه شخص احسن. بعد كده بقى بتيجي مكالمه ديكستر من المستشفى، وبيعرف ان الاخ سام فاهم الغيبوبه وعاوز يقابله. فبيروح ديكستر يقابله وبيقول له سام دلوقتي ان نيك هو اللي ضرب عليه نار، وبيطلب سام من ديكستر انه ما يعملش حاجه لنيك، وبيقول له يعني ان هو مسامحه. طبعا ديكستر بيتاثر من الكلام ده جدا، ولكن بعد المقابله دي بوقت بسيط للاسف بيموت الاخ سام. ساعتها بقى بيروح ديكستر يقابل نيك، وبيعرفوا ان سام قال له ان هو القاتل، وبيعرفوا ان سام مسامحه. فبيعرف نيك بقى ان سام حتى لو مش مسامحه عادي، لان مفيش اي حاجه تدين نيك. وقتها بيتصدم ديكستر من كلامه وبينسى كلام الاخ سام نهائيا، وبيقرر هيقتل نيك الزباله ده. وبالتالي بيمسك نيك وبيفضل يغرقه في الميه لحد ما بيقتله، وبيموت نيك في مشهد من اقوى ما يكون. على الجانب الاخر بنشوف ان ترافيس وجيمس بعد ما خطفوا البنت اللي خطفوها دي بيفضلوا يعذبوا فيها كالعاده، وبيفضل بقى جيمس يضغط على ترافيس جدا جدا عشان يعذبها اكتر واكتر، رغم انه مش عاوز ده. وترافيس الصراحه مش بيقدر يستحمل كل اللي بيحصل ده، فبالتالي بياخد البنت اللي خطفوها دي واللي اسمها هولي وبيحررها. بعد كده بنروح لكوين وانجل يا صديقي، واللي بيعرفوا بقى ديبرا بموضوع الكتاب اللي لقيوه عند كارسا، فبتطلب منهم انهم يجيبوا كارسا للاسم ويحققوا معاها تاني يمكن يقدروا يوصلوا لجيمس. وفعلا بيجيبوا كارسا وبيحققوا معاها، لكنهم مش بيوصلوا منها لاي حاجه، لان بكل بساطه كارسا خدت الكتاب ده من جيمس، لكنها ما كانتش تعرف ابدا ان ده مخطط جرايم بيعمله هو اصلا. وبالتالي الموضوع بيعدي وكارسا بتمشي. وتاني يوم بيروح ديكستر للشغل وبيقابل ديبرا، وبيعرف من ديبرا قصه غريبه جدا، وهي ان عائله السفاح ترينتي يا صديقي لو فاكروا اتنقلوا كلهم لنبراسكا، ولكن حصل لهم هناك كارثه كبيره، لان في يوم جونا ابن ترينتي دخل البيت لقى ترينتي قاتل ام سالي واخت ريبيكا، وحاول يقتل جونا لكنه ما نجحش فساب المكان وهرب. في اللحظه دي بيتصدم ديكستر انه بكل بساطه قتل ترينتي بايديه. هو يعني ترينتي قدام كل الناس مختفي، ولكن ديكستر قتله بنفسه. وبناء عليه بيفكر ديكستر وبيدرك دلوقتي ان جونا هو اللي قتل ام سالي واخت ريبيكا، ولبس الموضوع في ترينتي ابوه بحكم ان الناس كلها فاكره انه لسه عايش. وعشان كده بيقرر ديكستر ان هو يزور نبراسكا ويخلص على جونا، او على الاقل يعرف ايه اللي بيحصل.
بعد كده بيروح ديكستر يزور نبراسكا يا صديقي. اول حاجه بيعملها لما بيوصل هناك انه بيروح يقابل جونا في المحل اللي بيشتغل فيه، وبيتكلم معاه وبيساله ايه اللي حصل بالظبط. فبيقول له انه دخل البيت في يوم ليه ابو ترينتي قاتل اخوه ريبيكا وقاتل سالي ام جونا قدام جونا. بعدها هجم على جونا وحاول يقتله، لكن جونا قاومه فهرب ترينتي. في الوقت ده مش بيصدق ديكستر ولا كلمه من الكلام ده، وبيتاكد ان جونا هو اللي قتل امه واخته. بعدها بيروح ديكستر اوتيل كده وبينزل فيه، وبتكون عربيته فيها عطل، فبيطلب من العامل اللي في الاوتيل ده ان هو يعني يصلح له العربيه. تاني يوم بياخد ديكستر العربيه وبيروح عند بيت جونا، وبيروح يجيب بقى السكاكين بتاعته عشان يقتل جونا، لكنه مش بيلاقيها، وبيعرف ان العامل بتاع الاوتيل اكيد هو اللي اخد السكاكين دي. المهم ان ديكستر بيدخل لبيت جونا وبيلاقي جونا في البيت، وبيواجهه دلوقتي ان هو اللي قتل امه واخته، فبيخاف جونا وبيهرب من البيت ومش بيقدر ديكستر يوصل له. بعدها بيروح ديكستر للاوتيل وبيقابل هناك العامل، فالعامل بيعرفه انه ليه السكاكين دي في عربيته وانه اكيد قاتل، وبالتالي بيقول له العامل يا اما تديني فلوس كتير والا هبلغ عنك. فبيتعصب ديكستر وحرفيا بيقتل العامل ده وبيتخلص من جثته. بعد اللي حصل ده بتيجي مكالمه لديكستر من جونا، بيطلب منه ان هو يقابله في مكان معين يقول له كام حاجه الاول. فبيروح لديكستر وبيهجم عليه جونا وقتها، لكن بيرد عليه ديكستر الهجوم وبيقدر يسيطر عليه، وبيطلب منه جونا ان هو يعني يقتله ويريحه. ولكن ديكستر مش بيعمل كده، وبيطلب من جونا يعرفه ايه اللي حصل لامه واخته بالظبط. فبيعرفوا جونا الحقيقه بالكامل، وهي انه قتل امه لما دخل البيت في يوم، وليه اخته قاتله نفسها بسبب اللي امه يعني كانت بتعمله فيها من تعذيب وغيره، لان امه كانت شبه اتجننت بعد اللي عرفوه عن ترينتي. فما قدرش يعني جونا يستحمل ده وان اخته ماتت بسبب امه فقتلها. في الوقت ده بيتصدم ديكستر من كل ده ومش بيرضى يقتل جونا، وبيسيبه وبيمشي في طريقه من جديد لميامي. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان ترافيس بيبعد تماما عن جيمس، وبيروح يعيش مع اخته ليزا اللي كان جيمس بعده عنها زي ما عرفنا. المهم يعني ان جيمس بيجي لترافيس عند ليزا وبيطلب منه ان هو يرجع يشتغل معاه، وبيهدده بقى من تحت لتحت كده انه لو ما رجعش هيقتل ليزا. لكن ترافيس ولا بيهتم وبيطرد جيمس. بعدها بيروح ترافيس لجيمس وبيأمره يبعد عنه نهائيا، لكن جيمس مش بيهتم وبيعيد تهديده لترافيس، فبيسيبه ترافيس وبيمشي وهو مقرر مش هيرجع له تاني وهيحمي اخته ليزا منه. على الناحيه التانيه بنشوف ان ديبرا وانجل بيروحوا يحققوا مع هولي البنت اللي كانوا خاطفينها دي وترافيس حررها. المهم يعني ان هولي بتعرفهم ان كان في 2 خاطفينها مش شخص واحد، وكان في واحد من الاتنين دول بيقول للتاني يا بروفيسور جيمس. في الوقت ده بيعرفوا انجل وديبرا ان جيمس ليه شريك في جرايمه، وهو غالبا واحد من طلابه السابقين. فبيقرروا يبحثوا في امر طلاب جيمس كلهم عشان يعرفوا مين فيهم شريكه في جرائم القتل، ومن هنا بقى بيبداوا يقربوا لترافيس اكتر واكتر. على الجانب الاخر بنشوف ان ترافيس لسه عايش مع اخته ليزا في سعاده كبيره على فكره، ولكن للاسف كالعاده جيمس مش عاوز يسيبه، وعشان كده جيمس بيجي لترافيس عند بيت ليزا وبيقابله وبيطلب منه ان هو يسمح له يقتل ليزا، وتكون هي التمثيل بتاعهم للمشهد الجاي من مشاهد علامات نهايه العالم. ترافيس طبعا بيرفض الكلام ده وبيمشي جيمس فورا من المكان. بعدها بيروح ترافيس لليزا وبيطلب منها انهم يمشوا من المدينه دي خالص لان في مشاكل كتير ممكن تحصل، لكن ليزا مش بتوافق. بعدها بيروح ترافيس على شغله في معرض ترميم الاثار، وهناك بقى بيجي له ديكستر وبيتكلم معاه وبيطلب منه ديكستر ان هو يساعده يوصل لجيمس، لكن ترافيس برضه يا صديقي بيرفض وبيسيبه وبيمشي. بس ديكستر مش بييأس، وتاني يوم بيروح يقابل ترافيس من جديد وبيحاول يقنعه يساعده يوصل لجيمس، لكن ترافيس بيرفض برضه ومش بيعرف ديكستر مكان جيمس. بعد كده بتروح ديبرا تحقق مع ليزا اخت ترافيس، لان ديبرا عرفت ان ترافيس من طلاب جيمس وشاكه انه يكون شريكه، لكن يعني ديبرا مش بتوصل لحاجه من ليزا فبتسيبها وبتمشي. بعد كده يا صديقي فتره مش طويله قوي بيجي للكل بلاغ عن جريمه قتل جديده، فبيروحوا بقى يشوفوا الجريمه دي، فبيلاقوا ليزا مقتوله ومقتوله بشكل عباره عن مشهد برضه من علامات نهايه العالم في سفر الرؤيه. فبيعرفوا على طول ان جيمس هو اللي قتلها، وبتحس ديبرا الصراحه بالذنب لانها يعني زارت ليزا وبعدها اتقتلت، وبتتاكد ديبرا والكل ان ترافيس هو شريك جيمس، وبيقرروا ان هم يوصلوا له. على ذكر ترافيس فبنشوف ان جيمس خاطفه في الكنيسه وربطه، وبيعرفوا انه قتل ليزا وانه لازم يعني يرجع يشتغل معاه ولا هيقتله، لكن ترافيس طبعا مش بيرضى، فبيفضل جيمس حبسه زي ما هو كده. بعدها بيقدر ديكستر ان هو يعرف ان كان في قس كده كان جيمس دايما بيتعلم منه، فبيروح ديكستر يقابل القس ده في دار المسنين، وبيعرف ان القس ده كان عنده كنيسه كده لكنها حاليا مهجوره، فبيرجح ديكستر ان جيمس وترافيس يكونوا فيها. فبيروح بقى ديكستر على الكنيسه دي وساعتها جيمس بيهرب منها، اما ترافيس فكان مربوط، وبيعرف ترافيس ديكستر ان جيمس قتل اخته وخطفه وانه عاوز يعني ينتقم منه، فبيقرر ديكستر ان هو يحرر ترافيس ويساعدوا بعض للوصول لجيمس عشان يعني ينتقموا منه على كل اللي عمله. بعدها بقى بنشوف ان ديكستر بيحرر ترافيس وبياخد ترافيس وبيوديه فندق كده امان، بحيث يعني يعيش في الفندق ده شويه عشان جيمس ما يعرفش يوصل له ويأذيه، وفي نفس الوقت عادي جدا يشتغلوا سوا عشان هما اللي يوصلوا لجيمس، ولكن ده مش وقته حاليا، فبالتالي بيسيب ديكستر ترافيس يرتاح شويه وبيمشي.
بعد كده بيروح ديكستر الشغل وبيبدأ يفكر مين ممكن يكون ضحية جيمس الجديدة، لأنه من خلال معرفة الضحية دي هيقدر يسبق جيمس ويقتله. فبالتالي بيبحث ديكستر في سفر الرؤية وبيعرف ان المشهد القاتم من علامات نهاية العالم هي ان في شخص ملحد هيتقتل. وعلى فكرة بيبحث ديكستر اكتر واكتر، فبيعرف ان في بروفيسور ملحد كده اسمه كيسي كان بيشتغل مع جيمس في نفس الجامعة وكانوا بيكرهوا بعض جدا. فبيعرف ديكستر ان اكيد كيسي ده هيكون ضحية جيمس الجاية. بعدها بيروح ديكستر يزور ترافيس وبيسأله عن كيسي ده، فبيعرفوا ترافيس ان جيمس بيكره كيسي جدا جدا وغالبا هو ضحيته الجايه. فبيقرر ديكستر يحمي كيسي. فبالتالي بيروح ديكستر يحضر محاضره لكيسي، وبعد المحاضره دي بيتكلم معاه وبيعرفوا ان في شخص عاوز يقتله وانه جاي يحميه هنا. لكن كيسي مش بيقتنع بالكلام ده وبيحرج ديكستر وبيسيبه وبيمشي. في الليل بقى بيروحوا ديكستر وترافيس للمكان اللي عايش فيه كيسي بحيث يعني يحموه من جيمس لو جه يقتله. وفعلا بيوصلوا المبنى اللي فيه كيسي وبيدخلوه وبيفضلوا بقى يلفوا هنا وهناك، وبيدخل ديكستر اسانسير كده وساعتها الاسانسير ده بيتعلق بيه. فبيعرف ديكستر انه بفعل فاعل ومن جيمس في الغالب اللي موجود في المبنى. المهم يعني ان ترافيس بيجي وبيفتح الباب لديكستر وبيحرره، بعدها بيمشوا من المكان. تاني يوم بتحصل بقى حاجه لا على البال ولا على الخاطر، ان ديكستر والكل بيجي لهم بلاغ عن جريمه قتل جديده. فبيروحوا يشوفوها بيلاقوا كيسي مقتول، وطبعا مقتول بشكل عباره برضه عن مشهد من مشاهد علامات نهايه العالم، وده اكبر دليل ان جيمس قتله. وطبعا بيكون ديكستر متضايق جدا انه ما انقذش كيسي. بعدها بنروح لترافيس اللي بيصحى دلوقتي في الفندق، بيلاقي كلام مكتوب في الحمام بالدم عباره عن رساله من جيمس بيطلب منه ان هو يجيب له ديكستر الكنيسه عشان يخلص عليه والا هيجي يقتله هو نفسه. فبيخاف ترافيس ومش بيكون عارف الصراحه يعمل ايه دلوقتي. بعد كده بقى بيتكلم ترافيس مع ديكستر وبيتفقوا يروحوا الكنيسه يهجموا على جيمس ويخلصوا عليه ويرتاحوا بقى من القرف ده كله. وفعلا بيروحوا للكنيسه في الليل وبيقتحموها، وكل واحد بيفضل يدور في مكان. في الوقت ده بيتقابل ترافيس مع جيمس، واللي بيفضل يتكلم دلوقتي مع ترافيس وبيفضل يأنبه لانه سابه واتبع طريق ديكستر. وعلى ذكر ديكستر فبيفضل يلف في الكنيسه لحد ما بيوصل لاوضه سريه. بيلاقي في الاوضه دي ثلاجه كده، فبيفتحها وبيلاقي فيها حاجه لا على البال ولا على الخاطر، انه بيلاقي جثه جيمس متجمده. وهنا بقى بيكتشف ديكستر ان جيمس ميت، وان غالبا اللي قتله من زمان هو ترافيس، وترافيس هو قاتل القيامه الوحيد. وبنعرف هنا على فكره ان ترافيس مجنون جدا، وكل الوقت ده كان بيتخيل جيمس وان جيمس ملوش وجود اصلا، لان ترافيس قتله من زمان ومحتفظ بجثته في الثلاجه. بعد كده بقى بيشوف ترافيس ان ديكستر اكتشف جثه جيمس، فعلى طول بيحبس ترافيس ديكستر في الغرفه دي. وفي الوقت ده بيشوف ديكستر ان ترافيس بيتخيل جيمس وبيتكلموا سوا. وبنعرف بقى من حوارهم ان ترافيس من 3 سنين خطف جيمس وطلب منه ان هم يعني يشتغلوا سوا ويحققوا نبوءة نهاية العالم اللي في سفر الرؤية، واللي جيمس دايما بيكتب عنها. ولكن جيمس رفض، فترافيس قتله باستخدام السيف اللي سرقه، واللي هو يعني سيف من العصور الوسطى. ايوه ترافيس اللي كان سارق السيف مش جيمس. ومفروض ان ترافيس قتل جيمس وحبسه في الثلاجه، ومن وقتها وهو بيتخيله وبيرتكب كل الجرائم دي لوحده. ولما بيكتشف ديكستر بقى كل ده بيقرر انه هيلاحق ترافيس وهيخلص عليه مهما كلف الامر. بعد كده بقى بنشوف ان ديبرا وانجل والكل بيقدروا يوصلوا للكنيسه اللي كان فيها ترافيس وجيمس، لان بالمناسبه ديكستر اللي بلغ عن مكان الكنيسه لانه كان عاوزهم يعني يوصلوا لهنا ويساعدوه يوصل لترافيس عشان يعني ينتقم منه. المهم انهم لما بيوصلوا الكنيسه بيفحصوها كويس، فبيلاقوا فيها مجموعه من اللوحات اللي رسمها ترافيس لجرايمه اللي جايه كلها، واللي هي برضه مشاهد من سفر الرؤيه. المهم يعني اننا على الناحيه الثانيه بنشوف ان ترافيس بيدخل على المدونه بتاعه جيمس وبيتكلم مع اتباع جيمس على اساس يعني انه جيمس، وبيطلب منهم ان حد ينضم له عشان يساعده في تنفيذ جرايمه اللي جايه. وفي زوجين على فكره كده مخابيل اسمهم ادم وبيس بيبعتوا لترافيس انهم عاوزين ينضموا. فبيروح ترافيس يقابلهم وبيكتشف انهم مهاويس بنهايه العالم اكتر منه حرفيا، فبيقرر انه يشغلهم معاه لانه ببساطه هيقدر يسيطر عليهم عادي جدا. وبيعرفهم ترافيس على فكره ان اول جرايمه اللي هيعملوها انهم هيخطفوا البنت اللي اسمها هولي اللي سبق وترافيس حررها عشان يعني يقتلوها ويمثلوا بيها مشهد جديد من مشاهد علامات نهايه العالم. في كل الاحوال بقى فعلا بيروحوا لهولي وبيخطفوها على متن قارب كده بتاعها وبيمشوا بالقارب ده في الميه. على الناحيه الثانيه بيكون ديكستر عارف ان الفتره الجايه ترافيس هينفذ جريمه قتل جديده وهيحتاج فيها بنت، وبيرجح ديكستر ان ترافيس هيقتل هولي اللي سبق وحررها. فبيبدا يبحث عن هولي وبيقدر يعرف انها كان عندها مركب وانها كانت عليه من فتره قريبه. فبيروح ديكستر للمينا وبيبحث عن المركب دي ولكن مش بيلاقيها. وبيقدر ديكستر على فكره بالطريقه كده يدخل لمكان سجل كاميرات المراقبه بتاع المينا، وبيكتشف ان ترافيس كان هو اللي سايق المركب بتاعت هولي وماشي بيها. فبيعرف ديكستر ان ترافيس هو اللي خطف هولي عشان يعني يقتلها زي ما توقع بالظبط. المهم ان ترافيس بعد ما خطف هولي يا صديقي شارك في قتلها هو وادم وبس بطريقه بشعه جدا. بعدها قرروا ان هم يحضروا لجريمتهم الجايه وهي صنع غاز سام، وهقول لك ترافيس هيعمل ايه بالغاز السام ده. المهم انهم بيبداوا يشتغلوا على صنع الغاز السام ده
بعد كده بنشوف ان ديكستر بيقدر يوصل للقارب بتاع هولي في نص البحر، وبيلاقي على القارب شخص لابس بدله واقيه، وبيفتكر ان الشخص ده هو ترافيس. فبيروح ديكستر وبيهاجمه وبيقدر يخلص عليه، وبعد ما خلص عليه بيكتشف انه ادم مش ترافيس. وبيكونش ديكستر الصراحه عارف بالظبط هو ليه ادم كان لابس بدله واقيه، ولكن لما بيبحث في المكان بيلاقي اثار لمواد بتستخدم لصنع غاز سام. فبيعرف ديكستر ان ترافيس بيصنع غاز سام، بس ما بيكونش عارف ناوي يستخدمه في ايه. لكن الموضوع بيقلق ديكستر جدا، خصوصا لما بيلاقي كمان جثه هولي في المكان. فبيبلغ الشرطه عن المكان عشان يساعدوه في الوصول لترافيس بسرعه. على الناحيه الثانيه بنشوف ان انجل كان بيتابع ادم وبيسعى على المدونه بتاعه جيمس، وبيكتشف انهم كانوا بيقولوا انهم هينضموا لقاتل القيامه وهيساعدوه. فبيلاقي انجل وبيروح يحقق معاهم في البيت، وبيقابل بيست وبيحقق معاها، لكن مش بيوصل منها لاي حاجه، فبيكون هيسيبها خلاص ويمشي. ولكن قبل ما يعمل كده بيوصل ترافيس اللي كان مستخبي اصلا، وبيضرب انجل فبيغمى عليه وبيخطفوا ترافيس. بعد كده بقى بيتكلم ترافيس مع بيس، وبيطلب منها انها تاخد الغاز السام اللي صنعوه ده وتروح بيه لقسم جرائم القتل في شرطه ميامي وتفجره هناك عشان كل اللي هناك يموتوا بالغاز السام. ففعلا بتاخد بيس القنبله وبتروح على قسم جرائم القتل في شرطه ميامي عشان تعمل كده. اما بقى كوين فبيكتشف ان انجل مش موجود، وبيكون كوين عارف ان اخر مكان كان فيه انجل هو عند بيس وادم. فبالتالي بيروح كوين على هناك، وساعتها لما بيشوف ترافيس كده بيهرب من المكان. بس قبل ما يهرب بيولع في الاوضه اللي كان فيها انجل، ولكن كوين بيدخل في الوقت المناسب وبيقدر ينقذ انجل ويحرره قبل ما يحصل له اي حاجه. بعد كده بقى بيروحوا ديكستر وديبرا والكل على الاسم، وهما بتوصل ديبرا بتعرف ان في واحده عايزه تقابلها، والواحده دي على فكره بتكون بيس، اللي اول ما بتقابل ديبرا بتمشي مع ديبرا كده المكتبه وبتفعل قنبله الغاز. ولكن لحسن الحظ ديكستر بيكون عارف ان دي بيس مرات ادم، وبيكون عارف ان اللي معاها ده هو غسام. فعلى طول بيروح ديكستر لبيس وبيبعدها عن ديبرا، وبيحبس ديكستر بيس والغاز السام اللي معاها في اوضه كده وبيقفل عليهم، ومن الغاز السام ده بتموت بيس. وديكستر يا صديقي رغم انه ما تعرضش لكميه كبيره من الغاز الا انه بيتصاب جامد وبيتاثر. على الناحيه التانيه بقى بنشوف ان ترافيس مستخبي حاليا في بيت ناس كده بعد ما قتلهم طبعا في البيت، وبيجهز ترافيس حاليا لجريمته الجايه. اما بقى ديكستر فبيكون عاوز يوصل لترافيس، فبيقرر ان هو يوصل لترافيس بطريقته الخاصه. وبكل بساطه في يوم بيكتشفوا الناس دم كده موجود على تمثال معين، والعلم بيكون ديكستر هو اللي حاطط الدم ده على التمثال. المهم لما بيفحصوا الدم ده بيلاقوا دم جيمس، ده غير انهم بيلاقوا ايد جيمس اللي ديكستر سابها في المكان هنا عن قصد. وبيعرفوا بكده صديقي ان جيمس ميت، وبالتالي بيعرفوا الكل ان ترافيس هو قاتل القيامه الوحيد. والعلم دي رساله بيوصلها ديكستر لترافيس انه هيقلب الدنيا عليه عشان يوصل له باقصى سرعه. بيبعت كمان ديكستر فيديو لترافيس بيعرفه انه هيضيق عليه المكان كله اكتر واكتر لحد ما يوقعه. وطبعا ده بيجنن ترافيس اكتر، وبيقرر ان هو يخلص من ديكستر بسرعه وينتقم منه. المهم ديكستر في الفيديو اللي كان بيصوره ده كان بيصوره عند المركب بتاعته، لان ديكستر عارف ان ترافيس هيفهم ده وهيجي عشان يقتله في المركب، وساعتها ديكستر هو اللي هيكون مستنيه ويقتله. المهم فعلا ديكستر بيروح عند المركب وبيستخبى، وفي الوقت ده بيظهر ترافيس، فبيقرر ديكستر ان هو يهجم عليه ويخدره. بس المشكله ان ديكستر في الوقت ده بيتعب جدا من تاثير الغاز السام اللي تعرض له قبل كده، وساعتها بيقدر ترافيس ان هو يتغلب عليه بسهوله وبيحقنه كمان بالمخدر. لما بيصحى بقى ديكستر بيلاقي نفسه على مركب صغيره في وسط البحر، وحاليا ترافيس بيولع في المركب وفي المكان حوالين ديكستر عشان يخلص منه، وفي نفس الوقت برضه ينفذ جريمه جديده من مشاهد علامات النهايه. المهم يعني ان ديكستر بيقدر يهرب من المركب ومش بيحصل له حاجه، وبيفضل بقى يعوم كتير لحد ما في مركب هجره غير شرعيه حرفيا عليها مجموعه من الناس بيشوفوا ديكستر وبيقدروا ينقذوه وبيطلعوه يركب معاهم. بعدها بقى ديكستر بيلاقي ان المهرب اللي كان بيهرب الناس دول كلهم على المركب بيتكلم معاهم دلوقتي وبيقول لهم انه عاوز فلوس زياده ولا هيقتلهم كلهم. فبيتعصب ديكستر وهو اللي بيقتل المهرب ده، ولان ديكستر ساعد كل الناس دي محدش بيقرر ان هو يأذيه، وبيوصلوا الكل للشاطئ وبينزل ديكستر من على المركب عادي خالص وبيسيبهم. بعدها بقى بنرجع لترافيس وبنشوف انه بيرسم دلوقتي ديكستر في الشقه اللي كان عايش فيها دي، وكان بيظهر ديكستر في الرسمه على اساس انه شيطان. بعدها بيسيب ترافيس الشقه وبيمشي، لكن ما تنساش برضه يا صديقي ترافيس كان قاتل الزوجين اللي كانوا موجودين في الشقه دي، وبالتالي في ناس بيبلغوا عن الجريمه دي وبتوصل ديبرا وديكستر والكل المكان. ولحسن الحظ بيدخل ديكستر البيت اول واحد وبيشوف الرسمه اللي رسمها ترافيس ليه، فعلى طول بيشوه ديكستر الرسمه دي لان لو حد شافها هيربط طبعا بين ديكستر وترافيس. المهم بتدخل بعد كده ديبرا والكل المكان وبيلاقوا الرسمه مشوهه، فمش بيعرفوا اي حاجه ليها علاقه بديكستر. بعد كده بقى بنشوف ان ديكستر بيجتمع مع ديبرا والكل وبيدرسوا المشاهد القادمه من علامات النهايه، وبيعرفوا ان من المشاهد دي ان هيتم التضحيه بشخص كده في مكان عالي. ومن هنا بيدركوا الكل ان اكيد ترافيس هينفذ جريمته فوق اكبر ناطحه سحاب في المدينه، فبيقرروا الكل انهم يروحوا يحاصروا المكان ده عشان لو راح لهناك يقبضوا عليه.
بعدها بنشوف ان ترافيس بيروح بيت ديكستر وبيبدا يبحث فيه، وبيلاقي ان ديكستر هيكون في حفله النهارده في الحضانه بتاعت ابنه هاريسون، فبيقرر ترافيس انه هيروح على هناك، وبنعرف ان ترافيس هيروح عشان يخطف هاريسون ابن ديكستر ويضحي بيه في جريمته الجايه. المهم ان ديكستر بيروح بقى مع ابنه هاريسون الحفله، ولكن في عز الحفله بينشغل عنه اللحظات، ولما بيرجعوا لديكستر مش بيلاقيه. وبنشوف ان ترافيس خطف هاريسون فعلا، وبيروح دلوقتي بيه لاكبر ناطحه سحاب اللي كانت محاصره بواسطه الشرطه كلها وديبرا وقوات تبعها وغيرها وغيرها. والمهم يعني ترافيس بيطلع برضه لسطح ناطحه السحاب دي، وبيلاقي ظابط بيأمن السطح، فبيقتل الظابط ده وبيكون هيقتل هاريسون خلاص ويضحي بيه. ولكن قبل ما ده يحصل بيوصل ديكستر للمكان وبيقول لترافيس انه يسيب ابنه وهو هيخليه يقتله هو شخصيا. فبيوافق ترافيس وبيسيب هاريسون، وبيطلب من ديكستر ان هو يحقن نفسه بحقنه مخدره عشان يغمى عليه ويقدر ترافيس يقتله. فبيعمل ديكستر كده وبيخدر نفسه، فوقتها بيقرب له ترافيس عشان يقتله، ولكن ديكستر بيفوق لانه ما كانش مخدر نفسه ولا حاجه، وبيهجم على ترافيس وبيخليه يغمى عليه. بعدها بقى بياخد ديكستر ترافيس وفورا وبكل هدوء بيمشي من المكان عشان يبقى يقتله على رواقه. في نفس اليوم ده بقى بالليل بنشوف ان ديكستر مع ترافيس في الكنيسه اللي ترافيس عمل فيها كل جرايمه، وحاليا ديكستر بيواجه ترافيس بكل اللي عمله وكل الجرايم اللي هيموت دلوقتي عشانها. وكالعاده بياخد ديكستر من ترافيس عينة دم عشان يحتفظ بيها، بعدها بيقرر يقتله. في نفس الوقت ده بنشوف ان ديبرا عند الكنيسه لانها حاسه ان ممكن ترافيس يكون مستخبي هنا، فقالت يعني تيجي تدور. المهم ان ديبرا لما بتدخل الكنيسه بيتفاجئ بمشهد استحاله يفارق خيالها. بتلاقي صديقي ديكستر قدامها وبيقتل في ترافيس، فطبعا بتتصدم ديبرا بشكل غير طبيعي وهي مش مصدقه ان اخوها قاتل متسلسل. ومع النقطه دي ومع الصدمه بتاعت ديبرا اللي عمرها في حياتها ما هتنساها بينتهي الموسم ده، ولا اتمنى يكون عجبكم. وفي الموسم الجديد بقى يا صديقي اللي هو الفيديو الجاي على طول هنجاوب على اسئله كتير جدا، اهمها ديكستر هيعمل ايه مع ديبرا اخته بعد ما عرفت سره. ده اللي هنعرفه في الموسم الجاي، واللي فيه حاجات كتير جدا ومشاكل اكبر من بس ديبرا. فانتظروا الموسم الجاي عشان موسم قوي جدا جدا. وبس كده، سلام.